السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم معايا في فيديو جديد. النهارده انا آية نبيل من قناة اكلك احلى مع آية. النهارده هنعمل ترايفل المانجا بطريقه سهله جدا وبسيطه واقتصاديه، ما فيهاش اي حاجه مكلفه خالص، والطعم ما فيش احلى من كده. عامله زي قطعه الجاتو بالظبط، طعمها جميل جدا وسقعه بقى في الجو الحر ده فظيعه. بصي طبقات الكيك والمانجا والكريمه حلوة جدا وهتعجبك لو جربتيها. كل اللي بيحب المانجا هتعجبه الوصفة دي جدا. هوريكم بقى قطعة كده منها نقطعها عشان تشوفوها من جوه. بصوا، واو، بصوا بقى طبقات الكيك والكريمة والمانجا، حاجة كده فظيعة في الحر ده. يعني حلو سهل جدا وسريع وطعمه فظيع. بصي الكيك بقى، عاملين كيك اسفنجي، هوريكي ازاي تعمليه بأبسط طريقة. حلو جدا وطعمها. بصي الكيك طري ازاي بقى وغرقان في الكريمة والمانجا، بجد رهيبة. جربيها وانتي ان شاء الله مش هتندمي لو جربتيها. قبل بقى ما نشوف الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وسبسكرايب للقناة ان شاء الله. بجد الفيديو ان شاء الله هيعجبكم. بتمنى تكملوا معايا الفيديو الاخر عشان تشوفوا انا عملت الطريقة دي ازاي. يلا بقى كملوا الفيديو، مشاهدة ممتعة. اول حاجة بقى كده نعمل طبقة الكيك اللي احنا هنعمل بيها الطبقات. انا مستخدمة هنا ربع كيلو دقيق سبونش، ده من عند العطار او مستلزمات الحلويات. ده بالفانيليا، ده ربع كيلو بياخد 3 بيضات وبياخد ربع كوباية مية وفانيليا بس، ما بنضيفش اي حاجة تانية غير دول. بيطلع حلو جدا واسهل ما تقعدي تعملي كيك اسفنجي. ممكن تستخدمي دوت، يعني مش غالي خالص، ب6 جنيه الربع. فيه هو بياخد 3 بيضات بس يعني. بس هنعمل ايه بقى، نحط كل مقاديرنا في الطبق هنا معانا اللي هنضرب فيه. احط ال3 بيضات واحط عليهم 2 باكت فانيليا. ممكن تحطي فانيليا سايلة لو في يعني. بس هضيف كله على بعضه، مفيش اي حاجة. وربع كوباية مية عادية من الحنفية، مفيهاش اي حاجة. وهنزل عليهم بالدقيق بس اهو. ونجهز بقى المضرب وهنضرب بس، مش هنعمل اي حاجة تانية خالص اهو. قلبه بس كده ايه ثواني علشان ما يطرش علينا. سهل جدا ونتيجته مضمونة بجد. والضعفي بقى، لو هتعملي نص كيلو دقيق تعملي 6 بيضات كده يعني، وهكذا نص كوباية مية. هضرب بقى. بصوا مش هعمل اي حاجة غير ان هفضل اضربه بالمضرب 7 دقايق كده متواصل، وهوريكي شكله. بصوا كده يا حبايبي، فضلت اضرب فيه هوت لحد ما تقل خالص اهو وتضاعف حجمه كده. يبقى خلاص انا كده تمام. كده الكيك معايا جاهز. بياخدش 5 دقايق منك تكوني خلصتيه على طول. بس هنجيب بقى ايه، صينية هنا معايا. بصوا دي اكبر صينية في الطقم اللي هو 30 في 40، اللي هو الطقم المربع. انا هفرده فيها لان انا عايزاه يبقى طبقة رفيعة. هنعملها ايه، طبقتين فوق بعض كده زي الجاتو بعد كده. فانا ايه هصب الخليط. انا حاطه في الصينيه دي بس ورقه زبده علشان خاطر ايه ما يلزقش معانا ونطلعه بسهوله يعني. ممكن لو ما عندكيش ورق زبده، عملتها قبل كده ما كانش عندي. حطيت دهنه زيت ورشه دقيق وطلعت عادي من الصينيه يعني. بس هو ده بيسهل بس عليكي. بس انا مش دهنه ورق الزبده اي حاجه، هو انا حاطاه بس كده اهو. نزلت كل الكميه. هفردها بقى ايه، اسويها كده بالسباتولا عشان تطلع طبقه الكيكه مظبوطه. بس القوام بتاعها ان شاء الله ناجح جدا يعني. انا طبعا قبل ما بدأت في الكيكة، اول ما جهزت المقادير كنت مشغلة الفرن. يعني الفرن دلوقتي سخن على درجة حرارة 180. لو ما عندكيش درجات
هتعمليه على درجة وسط، يعني زي ما بتعملي اي كيك كده. بس هسويه بقى كده عشان يطلع مظبوط، وهو كده كده هيسيح اما يدخل الفرن. هحطه بقى في الفرن، هياخد معايا مثلا ربع ساعة او حاجة، مش اكتر من كده، لان دي طبقة رفيعة، انا مش عاملة كيكة سميكة. هنحطه في الفرن ربع ساعة او تلت ساعة بالكتير، وهنبص عليه ونختبره بخلة اسنان من النص. اول ما نلاقيها طلعت نضيفة يبقى كده خلاص استوى، واما يطلع هوريكي واقولك هنكمل ازاي. يلا بقى نجهز تاني طبقة معانا على ما الكيكة تستوي نعملها. معايا هنا نص كوباية كريم شانتيه خام من عند العطار برضو، ده خام معلوش سكر. ومعايا نص كوباية سكر بودر، لان قلنا الكريمة خام فما فيهاش سكر. وهنا معايا دول نص كوباية من عصير المانجا، كده فيها بيوريه المانجا اللي هي بتتقطع معانا واحنا بنعمل، يعني ما بتطلعش سليمة، بنحتاجها بقى في كده. ودي كوباية مية متلجة، ممكن لبن او مية، انا عملته معاكم كذا مرة بلبن، هنعمله المرة دي بالمية عشان يخلي عمر الكريمة اطول يعني. هحط نص كوباية كده واضرب واشوف هحتاج ايه وهزود تاني. والمانجا دي هضيفها بس شوية كده لما اضرب. يلا هضرب. هفضل اضرب فيها كده لحد ما تتقل شوية واوريها لكم. بصوا كده يا حبايبي، انا خلاص فضلت اضرب، الكريمه تقلت اهيت، خدت كوبايه الميه كلها. هنزل بقى في المرحله دي دلوقتي بنص كوبايه المانجا البيوريه دي معانا، عشان تخلي الطعم قوي كده، ويبقى برضو الكريمه فيها طعم المانجا برضو. واكمل ضرب. بصوا كده يا حبايبي، انا فضلت اضرب فيها، بصوا لونها اختلف ازاي مع المانجا، وطعمها بتحليه جدا. يعني مهم قوي خطوة المانجا دي في الكريمة عشان يبقى الترايفل كله كده متناسق مع بعضه يعني. بصي القوام بتاعها بقى مظبوط جدا اهو. هي خدت كوباية المية دي كلها، وخدت حوالي معلقتين مية كمان يعني، او ربع كوباية مية كمان. بس القوام كده بالنسبة لي حلو جدا. هحطها بقى في التلاجة، اشيلها لحد لما الكيكه تستوي، وبعدين تسيبها تبرد شويه ونشوف هنظبط الطبق بتاعنا ازاي في الاخر. يلا شويه ونرجع. بصوا كده يا حبايبي، انا خلاص الكيكه استوت اهي، وطلعتها من الفرن وقسمتها بس نصين، عشان خاطر نحطها طبقتين فوق بعض رفيعين. جبت هنا البايركس ده اللي انا هقدم فيه. هحط اول حاجه اهي طبقه كيك هنا اهو، لو اي حاجه مش متساويه كده نظبطها. وبعدين هجيب هنا دي ربع كوباية لبن، ومعايا هنا فرشة كده بس هسقي الكيك عشان تبقى طرية اكتر. ممكن لو عايزة تسقيها بعصير مانجا براحتك، بس هو اللبن بيبقى حلو فيها. بصي اهي خلاص. هاخد بقى نص الكريمة اللي احنا ضربناها مع بعض، وكنت حطاها في التلاجة، وافردها هنا كده عشان نعمل طبقات فوق بعض كده. سويها على قد ما تقدري كده يبقى شكلها متناسق. كده كده احنا لسه هنحط عليها طبقة الكيك التانية اهو. طبقة الكيك حتى لو في حاجة اتقطعت مفيش مشكلة، هنظبطها برضه اهو. كده حطينا باقي الكيك برضه نسقيها زي ما سقينا الجزء اللي تحت، تبقى حلوة جدا عاملة زي قطعة الجاتوه بالظبط اهو. افضل اسقيها كده. نجيب بقى باقي الكريمة، نص التاني نحطه على وشها. ممكن تحطي في النص قطع مانجا برضو لو تحبي، بس هي كده بتبقى احلى.
وبيبقى المانجا على الوش كلها طعمها احلى، وفي النص كده عامل زي الجاتو بالظبط طبقات. اهو كده الكريمه اسويها بقى ظهر الاسباتولا كده اللي عندي، يعني على قد ما تقدري تسويها. كده كده احنا هنحط اصلا على وشها دلوقتي مانجا. هجيب بس معايا كده منديل انضف كده الاطراف عشان يبقى الشكل في الاخر حلو. انا بقى هنا معايا ايه قطع مانجا، بصوا مانجا مقطعاها شرايح رفيعه كده، قطعاها شرايح مكعبات زي ما تحبي. دي سكري على النعومي، يعني الاتنين دول بيبقوا حلوين قوي في الوصفه دي عشان ما بيبقاش فيهم شعر كتير يعني. او اي بقى نوع انت بتحبيه براحتك، انا بحب النوعين دول اكتر حاجه يعني. هنبتدي بقى ايه، نفضل كده مش هعمل اي حاجه غير اني افضل ارص المانجا كده على وشها بطريقه عشوائيه بقى زي ما تحبي. بجد الوصفة دي جميلة وهتعجب الولاد، وكل اللي بيحب المانجا هيحب الوصفة دي جدا. هي فيها شبه كده من الكنافة بالمانجا، بس دي اخف بكتير يعني. اهو اي حتت كده بقى عايزة تظبطيها اكتر ظبطيها. بجد الوصفة دي تحفة، طعمها حلو جدا، يعني احلى من اي قطعة جاتوه تشتريها بجد. خلاص كده اهو مليتها كلها. بس بقى نزوقها بأي حاجة تحبي تزوقي بيها، يعني انت حرة. ممكن نحط لها كده وحدات كريز، ننطق اللون كده الأصفر ده تكسره شوية. ايه رأيك بقى؟ شكلها بجد حلو جدا وطعمها فظيع. هنحطها بقى في التلاجة ساعة أو ساعتين بس كده علشان خاطر كلها تشرب من بعضها والكيكة تشرب من الكريمة وكده، ويبقى كلها شكلها حلو وطعمها أحلى. بصي الطبقات اهي. هنحطها في التلاجة بقى ساعتين كده، واما اطلعها اوريكي بقى نقطعها مع بعض ونقدمها. بصوا كده يا حبايبي، خلاص ده شكل الترايفل بعد ما طلع من التلاجة. جامد اهوت، تبقى حلو جدا. بصوا طبقات الكيك والكريمة والمانجا حلو جدا، وبجد طعمه فظيع، هيعجبكم قوي لو جربتوه. عامل زي قطعة الجاتو بالظبط، بجد طعمها فظيع. كل بقى اللي بيحب المانجا هتعجبه الوصفة دي جدا. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وسبسكرايب للقناة ان شاء الله. وان شاء الله اشوفكم في وصفات جاية كتير احلى واحلى. السلام عليكم.